أنا من الله طلبت سامحني حبيبي، لولا عليك كذبت بقصتنا الغريبة. أنا من الله طلبت سامحني حبيبي، لولا عليك كذبت. كذبي بيضة ومش مقصودة، بالحب رسمت لها حدودة. كذبي بيضة ومش مقصودة، بالحب رسمت لها حدودة. بدموعي كلماتك كتبت، أنا من الله طلبت سامحني حبيبي، سامحني حبيبي. يا قدري ونصيبي، مهما علي عتبت بأيامي الكئيبة، العتم بحبي غلبت. ضويت لك عمري شمعة بين الآخ وبين الدمعة. ضويت لك عمري شمعة بين الآخ وبين الدمعة. أنا كرمالك دبت سامحني حبيبي، لولا عليك كذبت. سامحني حبيبي، سامحني حبيبي. سامحني حبيبي، لولا عليك كذبت بقصتنا الغريبة. أنا من الله طلبت سامحني حبيبي، لولا عليك كذبت. كذبي بيضة ومش مقصودة، بالحب رسمت لها حدودة. كذبي بيضة ومش مقصودة، بالحب رسمت لها حدودة. بدموعي كلماتك كتبت، أنا من الله طلبت سامحني حبيبي، سامحني حبيبي. نسيتيني تليفوني على كترة أسئلتك. ديما وينك؟ ديما 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 شو عملتي؟ شو عملتي ديما؟ أنت وذنبك، أنا حق علي أنا. فزاع، كيف بتوصلك اخباري من شو حاطط لي مخبرين وانا مش عارفه؟ ايه بعد يومين؟ لا، بهاي ما بقدر اخد قرار لانه يمكن يوصل تعبان ما يقدر يلبي دعوتك الكريمه استاذ فارس.
اوكي، بيكون احسن اذا بنخليها لغير مرة. اوكي، وانت قلت باي، مع السلامة. انا شايفة وقاحة بس مش هالقد. صبي ما باشي منه بحاجة لأكثر من أسبوع بالحضانة، بس للأسف فقدنا الأم. نزيف كان كتير قوي، ما قدرنا نعمل شيء. الله يرحمها. البي موجود لأنه بحاجة يمضي على أوراق ليستلم الجثة. مسافر جوزها مسافر. أنا أختها. طيب معك هويتك؟ خلينا أدلك على الغرفة مطرح ما بتمضي الأوراق. تفضل. جلال بيه، يا هلا نور. يا هلا كيفك جميل؟ هلا صرت منيحة. ليش شو بكي؟ انه منيح كلمة بتنقال. بس عن جد إلك فقدة. مثل ما فهمت من مدام دلال انه واصل المسا. ايه بس حبيت اعمل لها مفاجأة وجيت على الطيارة اللي قبل. وينها؟ رح تلفن لها على المكتب وخبرها. لا ما تلفني لحدا، عم لك مفاجأة. هلا انا بروح لعندها وبفاجئها بنفسي، وانت لحد ما نرجع هيك خبريني لقمة طيبة من ايديك الحلوين. من عيوني. يلا باي باي. مين كان بيقول انك بتطلع من نصيبي؟ تعرف انك غيرت لي كل مفاهيمي بالموضوع، بس امك ما طلعت عادلة، لا بحقها ولا بحقي. جبرتني ابقى حدها حتى ما تعمل بحالها شي، بس هي خذلتني. وهلا انا وياك مجبورين ننتقل على بيت جديد وشغل جديد، حتى يمكن اضطر احكي مع عمك لانه مصرياتي ما بقى يقدوني. سفري ممنوع على اساس انا ديما، وباسم الحقيقي ما فيني اخدك معي لانك قانونا محسوب على عمك، وانا مضطرة ابقى ديما كرمالك لانك انت الشيء الوحيد اللي بقيلي منك. بعدك اني رح ابقى حدك، بعدك اني رح ابقى حدك، لانه هلا عرفت قيمة النعمة اللي ما كنت بدي اياها لحالي. يا رب ساعدني،
وشو بتعرفي تعملي؟ كل شيء. بمسح، بكنس، بشيل غبرة، بعمل قهوة، بعمل شاي، كل شيء. ديما يا الله، سلام فيك تحل عني ولا بستأجر غير محل؟ بتبطل ساعة دمك وبعدين لك كيف بترمي حالك على وحدة مثل هيدي؟ انت خيي الوحيد كيف بتفكر بوحدة عندها ولد؟ ومنا اكدين لحد هلا انها ارمله مثل ما خبرتنا. وبعدين يمكن مش عارفه من بيو للصبي لانها شغلتها. لك مشي معي، اوعى تفكر فيها بقى، مشي. نايمة رحت على المتهمة ظلم. شو عم تعملي بالملف؟ صحيح انك وقحة؟ ست مي، الدراسة بهالملف غلط. شو؟ دراسة غلط؟ وانت كشفت الغلط. ايه، إذا بدك حولي لحيلا خبير بمشاريع المي ورح أكد لك حكيتي 100%. هلا انت عم تمزحي ولا عم تحكي جد؟ يا ست مي، هيك مواضيع ما بتحمل مزح. طيب بتعرفي شو رأيك تأيدي لي على هالورقة الأغلاط؟ ايه بس رؤوس أقلام. ما بدك الملف؟ بصراحة عندي كتير شغل ناطرني، في عندي كتير ملفات بدهم تظبيط وما عندي وقت. ليكي أنا بظبط لك الملفات، أوكي؟ بلشي. قولي يا عم خدامي بتفهم بالملفات؟ لا كمان بتكشف اغلاط وقع فيها الاستاذ صقر. شو قلتي؟ سلامتك. كملي. تفضلي. شو مدام؟ مدام ديما طلعت بالصدفة على الدراسة المعمولة عن المناقصة وقال فيها غلط. يا عين، يا سلام. يعني وحدة خادمة خبيرة بالشطف والكناسة. استاذ أنا برأيي ما تهينا قبل ما تطلع على ملاحظاتها، يمكن تستفيد منهم. يعني ما كان بدنا اياكي تتعذبي وتجيبي معك منقيش؟ ولو انا قلت اكيد جلال بيكون مشتاق للطريقه اللبنانيه. ايه اكيد. تفضلي. ميرسي جنان. كيف ثاقبت بعده نايم؟ بتعرفي السفر متعب. ايه هلا بيوعى، اكيد بيكون الشغل ناطره بالمكتب. فظاع حظك شو حلو. صباح الخير. صباح النور. كيفك حبيبي؟ ترويقتك جاهزة جلال بيك. خلي لي اياك. الحمد لله على السلامه جلال. الله يسلمك. طولت الغيبه علينا، اشتقنا لك كثير. ايه تشتاق لكم العافيه يا رب. دوق هالمنقيش، جبتهم خصوصي كرمالك. يعني كتر خيرك، بس بتعرفي الزعتر بيعمل لي حرقه. في جبنه. جبت لك الكعكات يلي بتحبهم، بعرف انه ما فيك تاكل غيرهم الصبح. سلم دياتك يا رب، سلم دياتك.
تفضل. صحتين. تفضلي. ميرسي. ست ماي، نعم. ممكن اترك قبل الوقت ب10 دقايق؟ البنت اللي بتنطر لي الصبي بدها تفل على الوحدة وانا بدي مسافة الطريق لاوصل. هاتك بنت طيبة وشغيلة، و10 دقايق ما رح تأخر ولا تقدم. بس لو سمحتي تدخلي للأستاذ صقر فنجان قهوة. حاضر، كلك ذوق. ديما، أنا شفتك أنت وعم بتنظمي المكتبة، عم بتدققي ببعض الملفات. ما رح تقولي لي من وين بتعرفي هالشغلة؟ انا يا ست ماي تعلمت شوي، بس الظروف وصلتني اشتغل حالة شغلي. إن شاء الله بتفرج والله بيفتحها بوجهك. ميرسي. تفضل. هيدي القهوة يا استاذ. واقفة. تسمحي تقعدي؟ اذا في ضرورة. بعتذر ما تكوني فهمتيني غلط. خدي الملفات ومع ملاحظاتك. ما عجبوك استاذ ملاحظاتي غلط؟ لا، قصدي خدي كل الملفات وعيدي كتابتها من اول وجديد حسب وجهة نظرك. ملفات كلها؟ عيد كتابتها؟ عيدي كتابتها حسب ملاحظاتك وحسب وجهة نظرك. يعني ملاحظاتي عجبتك؟ عجبتني ما عجبتني مش هذا المهم، المهم انه صحيحة ودراساتي كانت غلط. يا ديما انت انقذتيني، لولا ملاحظاتك كنت سكرت المكتب وفليت على البيت، وكانوا فتشوا على حدا غيري يمثلهم بالمنطقة. ايه بس يا استاذ صقر اللي عم تطلبوا مني بيطلب مني شغل ليل نهار. انت ابتداء من بكرة بتبلشي شغل، ابتداء من اليوم تتركي شغلك بالتنظيفات. يا استاذ بتبلشي دوام كامل، لا دوام دوبل. وابني بتجيبيه معي. جيبوه معي لهون معقول؟ طيب خليه بالبيت. عم بتركه بس لفترة معينة. طيب فتشيله على حاضنة. يا استاذ معاشي كله ما بتقبل في حاضنة. لو ما حطيت بهالبنت اللي بتشتغل بعد الظهر ما كنت قدرت دبرت شغل نص دوام. معاش الحاضنة علينا على المكتب، وانا مستعد ان اوفر عليك مصاريف التنقل. على فكرة مين بيكون بي الصبي؟ انا بعتذر. شو الهدف من سؤالك؟ شو الدافع لهيك سؤال؟ هالقنين اللي حاططها بمكتبك ليل نهار شو بتوحي لك ها؟ انه الصبي بلا بي ولا ابن حرام؟ اذا هيك رايك فيي تردني من الشغل. لا ما بدي اطردك من الشغل، انا برجع بكرر اعتذاري. مدام ديما اذا بتسمحي لي بسؤال صغير او بالاحرى استفسار، وحده خادمه او بتشتغل خادمه كيف عندها خبره بكل هالاعمال والاستثمارات؟ فيكي ما تجاوبي، انت حره. بتمنى ننسى سوء التفاهم اللي صار. نقي الحاضنه اللي بدك اياها والمعاش اللي بتطلبه انا مستعد ادفعه. المهم تكون امينه وحنونه وشاطره. مدام مي من هلا ورايح كل الملفات والرسائل والطلبات اللي متعلقه بالشغل بتقدميهم لمدام ديما قبل ما تجيبي لي اياهم. قرار سليم. قولك من وين عندك كل هالخبره بعالم الاستثمار والاعمال؟ علمك يا استاذ،
لأنه شوية هالعلم يلي خبرتني عنه ما بخولها تكون مطلعة وفهمانة هالقد. ما بعرف. بالإذن. مدام ماي، اتفقنا. يعني المحل مش قد المقام، بس بتعرفي عقد بساطك من اجرك. اذا عم تجرب تنكد البسمه مش حتطلع على وجهي. في اعرف شو بكي هلا؟ مش طايقه حالي. ما تصور شو عم بيصير معي. اليوم مثلا قاعده عم مثل، قاعدين كلهم عم يستلموني وانا عامله حالي ما معي خبر بشي. ما بقى طايقه هالاسلوب. دخيلك لا، مش وقت تبطلي هلا. وصلت اللقمه لتمنا، ما بدنا نخسرها. بس انا عم بخسر اعصابي. يا الله حبيبي كرمالي، بليز كرمالي، روقي لي حالك، خلينا نكمل اللعبه. اللعبه بتسلى اجمالا، بس انا مش عم بتسلى. بعرف وحياتك بعرف، بس بيك مش تارك لنا مجال غير هيك. يا حياتي واطيبة، ديما خسرت كتير وخسرتني معها كمان. بس بتعرفي لحظة اللي بتطلع فيها بعيون نادر وبسمع صوته بنسى كل وجعي. ما كنت عارفة رح حبه هالقد. عم تتركيه مع البنت بس تروحي على الشغل؟ توفقت فيها لروعة. طمن بالي لما يكون معها. مانيك مرتاحة ما هيك؟ وبقى عندي الإمكانيات. عم عد للمية قبل ما دق آخر باب. قصدك خيو لهادي؟ ديما كانت مخبرتني عن شخصيته وتصرفاته. حكى ما بيطمن. شذا، يمكن تضطري تعملي اللي عم تقوليه، بس ما لازم تحطي براسك الانطباع السيء قبل ما تشوفيه بعينك. خطرت ببالي فكرة هديك نهار اخد نادر واطلع فيه على الجبل، شوف اذا بيتنا بعده موجود. بس رجعت قلت بركي يكون عم جيب وجع الراس لحالي بدل ما تكون رياحتي. اللي بعده موجود؟ ما بعرف شو عاد صار بخالتي مرت بيي. عم بتذكر كنت منيحة معكم، بس ما بتخيل رح تفضلك عن اولادها. اذا كانت بعدها طيبة واذا كانوا بعد ما بيعوا البيت اساسا. خلص شيل الفكرة من راسك، هي وجعة راس مثل ما عم بتقولي. لا، انه اذا مش جلال بيك حضرتك تستحل المطرح. قلبي اليوم مش بتطمن على جلال. خير؟ ما بعرف، واقع بكره شاف منام بشع وما استرجيت اقول له اجي انا كمان بسبب منام وكابوس بشع. ما قدرت نام، كابوس كله مخفوق ببعضه. يعني كان بعد ناقص كوابيسكن لنعمل منها قصة. مشي ياما منشوف منامات واشياء ولا مرة بصير شي. انا هيدا الكابوس بالذات مش مطمني. لا، هيئتها القهوة ما عملت مفعول، رح اعمل لك ركوة تانية. هلا عنك روعة. هذا هو الشغل الجديد يا روعة اللي يخليني اتعرف عليك وادفع لك معاشك. ارتاحي مدام، انت تعبانة، ما بعرف كيف قادرة تروحي على شغلك اليوم. في بعيونك حكي. خير شو في؟ مدام مسؤوليتك كبيرة. صحيح نادر طفل واحد بس المسؤولية كبيرة. ولين بدك توصلي؟ ليه ما بتخلي بي الطفل يساعدك بهالمسؤولية؟ ليه سمحتي له يختفي؟ وين الست المحترمة؟ شوفي نادر بليز روعة. خير؟ رح اعطيكي مهلة مش كتير طويلة تترك الشقة. اترك؟ لوين بدي روح؟ على جهنم الحمراء، لأنه أمثالك سكنهم جهنم الحمراء. ليكي اسمعيني كتير منيح، أنا ماني مستعدة أخسر خيي بسببك، لأنه هيئته واقع على راسه شك بغرامك بالوقت يلي بيستاهل أحسن منك ب1000 مرة. وكرمال هيك
فرقينا بريحة طيبة أحسن لك. فهمت. طالما فهمتي معك شهر، وبهالوقت بمنعك تحكي مع خيي. يا سلام، تفرج يا سلام. قال كل يوم تجي سيارة على الوقت بتاخدها على الشغل، وبتقعد ورا مثل البكوات. اركز يا ولد، منا إلك. شو مقطع الدنيا من البنات؟ ماي، فيني ابعت ايميل من عندك؟ ليش انت عندك ايميل؟ انا ايه عندي، بس بفضل ابعته من ايميل الشركه وبرجع بمحيه. طيب رح ادقلك الباسورد واتركك شوي وحدك. يلا. وهيدا اللي وصل لي وقريته بالميل ماما، مش عارف كيف بدي اتصل. لا جلال، اليوم، لا مش اليوم، هلأ بتتحرك. الموضوع ما بيحمل أي تأخير، فهمت؟ تحرك. انت مش ديما؟ لا مدام ديما منا هون. طيب اي ساعة بتوصل؟ بعد شوي بتوصل يا حبيب الشغل. مين حضرتك؟ قلت لي منا هون. طيب ممكن ننطرها جوا لتوصل؟ مين حضرتك وشو بتريد؟ انا جلال الراوي. مش انا اللي بريد، هي اللي بتريد مني. اعطتني موعد مثل هالوقت وهي مش هون، شي حلو كتير. هي اهلا وسهلا جلال بيك. تفضل تفضل. مدام ديما ما بقى الا توصل. شكرا. تفضل. شكرا. ممكن احمل شوي؟ لحظة. لا شو هيدا؟ شو عم بيصير هون؟ انت ديما؟ بلا انت ديما. بشوفك احيانا بالفيديو كليبات عم ترقصي، وبترقصي منيح. مين حضرتك؟ كيف تخلي حدا غريب يفوت على البيت ويحمل الصبي؟ ما تلوميها، انت بعتي وراي. بعتت وراك؟ جلال الراوي؟ جلال الراوي. وانت قلتي لي لحتى اجي لهون وبعتي لي ايميل مشان اجي واتعرف على ابن هادي وابنك حسب ما كتبتي لي. روعة فوت الصبي اذا بتريدي.
استاذ جلال، انا ماني عم بدعي ولا اني عم الف. في وثيقة زواج وشهادة ميلاد بأكدوا حكيتي. اسمحي لي بس انه لما بيكون الواحد ناوي يعمل عملة اكيد بيكون حامي ظهره ومدعم موقفه. بهالبلد ما في اسهل من انه الواحد يحصل على وثيقة زواج وشهادة ميلاد مزورين. بعرف انه اللي عم اقوله قاسي، بس حطي حالك محلي. لو اجت وحدة لعندك كيف بدي اقولها بسيطة سابقة وقالت لي عم تقولي شو بتعملي؟ كلامك منطقي ولك كل الحق فيه، بس ما فيك تجي وعندك قناعة مسبقة اني عم بدعي او عم بحتال. حلو كتير. طيب في اسألك سؤال؟ يعني من بين كل اللي عرفتيه ليش اخترتي خيي هادي يكون بي ابنك وزوجك بوثيقة زواج بالسر؟ مش لأنه ميت وما في مين يكسبك؟ استاذ جلال، بذكرك انك انت موجود ببيتي وانا محترمة وجودك فيه، فاذا بتريد احترم حرمة البيت. حرمة البيت؟ ايه معك حق. على كل حال انا لازم اعمل المنطق. ممكن نشوف وثيقة الزواج وشهادة الميلاد لو سمحتي؟ تفضل، هيدي وثيقة الزواج وشهادة ميلاد نادر. نادر؟ سميت الولد نادر؟ المرحوم سماه، كان يحب هالاسم. مظبوط مظبوط. بس انت كنت صاحبته لفترة، يعني ممكن يكون قال لك هالمعلومة وانت هلا عم تستغليها. انت مش طبيعي. هدي كان يقول لي عنك انك قاسي وبلا قلب، بس هلا تخطيت كل الحدود. رح اتخطاها اكثر. رح طالب بفحص الدي ان اي حتى لو بدي شيل عظام خيي من قبره. مش رح اسمح لحدا يستغله وهو ميت مثل ما استغله وهو طيب. تفضل اطلع لبرا. بدي اياك تعرف اني ندمانة كثير اني جربت اتواصل معك حتى خليك تعرف انه في شخص من لحمك ودمك وتتحمل مسؤوليته. بس انا هلا بطلت امن انه هيك عم ممكن يتحمل مسؤولية نادر. اذا بتريد تنسى عنوان هالبيت وبتعتبر انه نادر مش موجود. ما حسبتي. اسم نادر خلاني اقتنع اكثر باني استلم الطفل، باني يعطيكي قرشين انت بتتساهلي وانا ببقى بعمل فحص الدي ان اي على رواق. كنت عارفه اني رح اتعب معك وانك رح تكون شاكك. كنت عذرتك لان معقول تصير، بس توصل معك لهون ما بسمح لك. مش عذورك، في الجا للقضاء والشرع. اذا ثبت انه الولد مش ابن هادي ما بيكون قدامك الا الحبس. الحبس؟ بدك تحبسني؟ يعني اذا طلعتي كذابه طبعا. بتعرفي شو؟ بلا كل هالشوشره دايما بفتح لك اجانس بالرسمال اللي بدك اياه وبتعطيني الولد وبتختفي من حياته. اذا ولا البد في حبس فبقت لك وما بخليك تاخده. تفضل اطلع لبرا بقى.
بقرارك هيدا رح تبدي حرب معروفة نهايتها لصالحي، فتحمل. وأنا مستعدة أتحمل. شو انطباعك؟ عن شو؟ عن الموقف، عن الموضوع كله. بعرف يعني الطفل 70 أو 80% هو ابن هادي، بس ما بعرف ليش ما أخذته منا بالقوة غصبا عنا؟ رفضت جنان. روح مشوار تاني وخدني معك وأنا بفكلك رقبتها. ما بيطلع بإيدك. أنا ما بيطلع بإيدي؟ ما بتعرفني يا حرام. بعرفك كتير منيح، شرانية وعنيدة، بس هي عنيدة وشرانية وعدوانية أكتر مني. هي بتفكلك رقبتك قبل ما تفتحي تمك بأول كلمة. طب عرضت عليها شي مصاري مثلا مبلغ كبير؟ أكيد ما عرض. فيك تسكتي تخلينا نفهم منه؟ ولك يا مدام دلال شو بدك تفهمي؟ ما مفهوم الشغلة، أكيد بدها تعترض وتعند وتيبس راس لتحصل على مبلغ أكبر، بدها اثنين يحكوا فيها. رفضت. متعلقة بالطفل بشكل مش طبيعي، لك هددت تقتلني إذا باخده منها. طيب إذا كان هيك خليه تحت رعايتها وادفع لها نفقة إعالته. ولك شو هالحكي ما هي هيدا اللي بدها اياه. خلص انت اعطيني عنوانها واترك الباقي عليا، انا بروح لعندها وتدبر لك اياها. جنان رقبتها. خلينا نحكي حكي عقل مش حكي مجانين. احكوا حكي عقل لشوف شو بده يطلع من امركم. قلي بكفيت لي الشرح، شو انطباعك؟ مثلا شو رأيك بأرملة خيك؟ يعني مبلوم المرحوم هادي على اختياره، حلوة كتير، جمالها مميز، انه جذابة. اكيد كانت مسيطرة على المرحوم، شخصيتها قوية كتير، بس حسيت انه هالمثاليات اللي قعدت تحكي فيها كأنها شو اوف. بتكون عجبتك؟ المهم نادر. نادر؟ مين نادر؟ طفل ابن المرحوم هادي، والاسم هو اللي أكد لي أو شبه أكد لي إنه ممكن يكون ابن هادي. ماما دلال ساعديني، كيف ممكن أفهمها إنه الطفل لازم يبقى معي، وما تقولي لي خليه معها لأنه مش ممكن أتركه معها حتى لو كانت ملاك. أنا السبب بموت هادي، بموت بي، بموت أمي، بموت العائلة كلها. ما بقي لي من هالعائلة إلا هالولد. بدي أعوض له، أو رح أحاول أعوض له عن بيه اللي مات بسببي. جلال حشلوم نفسك وتحمل حالك المسؤولية. هيدي الحقيقة ماما، هيدي الحقيقة. بسببي مات الكل. أنا لو ما كنت معقد
لو كنت متفهم شوي ما كنت دخلت حياة هذه الخاصة وفرضت عليه اللي أنا بدي إياه. كلمتي ما لازم تنكسر. مغرور شو بده الواحد يحكي؟ بتعرف إنه الإنسان اللي اختارها بتسوى 1000 من حنان بنت فارس حبيب. لو ما كنت معقد وحقود ما كان مش ممكن اتخلى عن الطفل لو شو ما صار. جلال، إذا بدك الولد ضروري تلاقي حل بأسرع وقت، خصوصا شو؟ بعد اللي صار بغيابك. شو صار؟ شرفت الست مرتك السابقة، سلمتنا لينا ورجعت على سويسرا. شو؟ قال حضرتها ما بقى فيها تهدر حياتها وأيامها كرمال الطفلة. لك تصور حتى ما نطرتك تترجع. قال ما بدها تحرج حالها قدامك. يا سبحان الله، شو في فرق بين مرتك السابقة وأرملة خيك. وحدة ما بدها تهدر حياتها كرمال بنتها، وحدة مستعدة ترتكب جريمة كرمال يبقى ابنها بحضانتها وتحت رعايتها. هاي بابي. ما بقى تعتلي هم. ما أعتل هم. صرت برمي أكثر من 5 بيوت، ما حدا قابل يأجرني. شو الحال يا ديما؟ ما بعرف. بقنع مستر صقر يسكنني بهالمكتب لبينا ما لقيت شقة. شو؟ وبركي شي مرة كان مكتر الكاسات وفقد السيطرة على حاله وحب يعمل لك زيارة، انت شو بتعملي؟ ديما شو رأيك تجي تسكني عنا؟ شو؟ ايه تسكني عنا لبين ما تكوني انت لقيتي شقة. لا يا ماي، عقول الناس وسخة، بدهم موضوع يتسلوا فيه. أكيد رح يألفوا خبرية عني وعن جوزك. لا 100 مرة بفضل فل ولا شوفك عم تتعرضي لهيك موقف بسببي. طب شو بدك تعملي؟ أنا بعرف قد ايه أنت شخص طيب وجوزك آدمي وأمين، بس لا قدرت لك إياها كتير. بعدين انتو بيتكن أنجا إساع، يكون عندك صبي وبنت عم يكبروا. لا يا ماي. والحال يا ديما، الحال شو؟ ما بعرف.
بركي بشتري شي خيمة بنصبها شي محل أو بترك البلدة. وبتقبل الهزيمة؟ ما أنا انهزمت وخلصت. ما عم بقدر ركز بالمرة، والأستاذ بده التقارير بسرعة. فيني ساعدك أنا؟ يا ريت، بس ما عندك خبرة بهالمواضيع. شو أخذت إجرك كسرة لعنا مبين؟ روعة، أنا ما فهمتك ما حدا غريب يفوت لعنا على البيت؟ أنا مش غريب. أنت أكثر من غريب. ما جاوبتيني. مش هيك بس بلا لا مني على المخلوقة. حاولت تمنعني بس ما قدرت. فت غصبا عنها. غصبا عنها؟ يعني اقتحام؟ إذا بدك سميه اقتحام، وإذا بدك فيك تتشكي علي كمان. لا شكوى ولا محاكم. أنا كل همي أنهي موضوعي معك وارتاح من شوفة هالوجه. حلو كتير، ما في أسهل من هيك. تسلميني الولد وما بتعودي تشوفي خلقتي بحياتك. إذا بتريد تتفضل لأني مشغولة وفي ناس ناطريني. في ناس ناطريني؟ ناس ناطريني؟ أكيد رجال. ما اتفقتوا؟ لا ما اتفقنا. زعلتيهم اثنيناتهم ولا البوي فريند واحد منهم؟ هيئته مش دفية. هيك شي. أكيد عندك أكثر من بديل. لك فيك تحل عني؟ لا ما في حل عنك. لو بتيجي لإلي أكيد بحل عنك وبخليك تشوفي صورة وجهي أحسن ما تشمسيني. سلميني نادر، بعطيكي مبلغ ما بتحلمي فيه حتى لو كان عندك 20 بوي فريند. هيدا بحلمك. نجوم السما أقرب لك من نادر. يعني مصر على المحاكم. إذا هيك بفكرك أنت حر. بعدين أنا لا بهرب ولا بخاف. اسمعي منيح وفكري، خلي يكون عندك عقل. أنا بقدر جيب الرجالين يشهدوا ضدك وضد سلوكك، وبتعرفي شو النتيجة. مش بس رجالين، 10 20 30. يعني بتشتريهم بمصرياتك؟ حتى اللي كانوا هون بقدر انكش اساميهم وجيبهم من تحت الارض ويشهدوا ضدك. ساعتها اي قاضي رح يصدق انك مش مؤهلة تكوني ام لولد.